السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. بعد توقيف المدعوة دنيا سطيفية من طرف مصالح الأمن ولاية سطيف، حيث تفيد بعض المصادر أن المثيرة للجدل المدعوة دنيا كانت تحت المراقبة منذ 2 سنين، حيث تفيد مصادرنا أن هذه الأخيرة معروف عليها الفسق والرذيلة في الفنادق والبيوت، ومعروف عليها الابتزاز، وأيضا متهمة ببيع خلطات مجهولة المصدر خاصة بالتسمين وبدون سجل تجاري، وبيع منتجات بدون رقابة. كل مرة تقوم بتسويق منتوجات لا نعلم مصدرها ولا حتى نتائجها.